السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهاردة يعني حلو قوي. طبعا احنا كلنا بنموت في المعجنات يا جماعة. المعجنات دلوقتي بقت في الافران سعرها غالية جدا، وما عادتش بالجودة بتاعت زمان. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شوية معجنات كده قمر زي ما انتوا شايفين، باشكال كتير جدا. عملنا منها البيتزات، عملنا منها الضفيرة والشوريك والكرواسون المحشي، اشكال كتير قوي للمعجنات محشية برضو. عملنا الجبن، انت بقى يعني معاكي تحشي اللي نفسك فيه. العجينة زي ما انتوا شايفين كده قطنية وتجنن. قبل ما هبتدي الفيديو، انا اسمي منى غيث ودي قناتي. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. نبتدي ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل على محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. ان شاء الله هشتغل معاكم النهارده مقدار 2 كيلو من الدقيق، وهكتب لك في صندوق الوصف مقدار الكيلو. تمام؟ انت معاكي حبه اي مقدار، انت يعني لو نص كيلو هيبقى حلو قوي برضو. خلاص، بس طبعا انا عامله النهارده يعني كميه كبيره. نزلت في بوله كده باربع بيضات، يعني يكونوا بحراره الغرفه ما يكونوش ساقعين. تمام. وجهزت معايا طبعا رشه الفانيليا. ده طالما في بيض يبقى لازم الفانيليا. الفانيليا حلوة قوي يا جماعة، يعني ما تقلقوش منها في المعجنات، بتدي ريحة حلوة ومش بتغير الطعم ولا حاجة. بضربهم كويس قوي يا جماعة. البيض لازم يتضرب حلو خالص، مضرب يدوي عادي او شوكة، اهم حاجة ان يختلطوا كويس، تربي البيض حلو. تمام. انا بقى كنت مجهزة الخميرة بتاعتي في كوباية كده على جنب. بالنسبة للسوائل اللي انا هعجن بيها، انا عجنت بلبن كان عندي وكان قاطع. تمام. يعني لبن رايب. اديته بس ضربة كده في الخلاط لانه لقيت فيه تكتلات، وقمت مدفياه على النار تدفية بسيطة كده زي دمع العين. وخدت منه ربع كوباية اللي انتوا شفتوها دي، حطيت عليها معلقة من السكر ومعلقتين من الخميرة ودوبتهم كويس وسبتهم لما فروا زي ما انتوا شايفين كده. بنزل بيهم على البيض. ولو في اي حاجة في الكوباية لازم تاخديها بالاسباتيولا، دي اهم حاجة. الخميرة اللي فرت دي اهم حاجة في العجينة. تمام. يعني انا خدت من اللبن بتاعي او الحليب اللي هو الرايب ربع كوباية. انا هشتغل على الاتنين كيلو باربع كوبايات من الحليب. انا معايا الاربع كوبايات حليب بالكوب المعياري. تمام. اربع كوبايات حليب انا خدت منهم ربع على جنب. وطبعا عملت ايه بقى، شلت من العيار اللي انا كنت عاملاه ده كوبايه زي ما انتوا شايفين، لان الدقيق بتاعي ده اول مره استعمله بصراحه، فخفت ما يكونش بياخد سوائل كتير. ونزلت بمعلقتين صغيرين من البيكنج باودر. تمام. وربع كوب من الزيت، زي اي زيت عندك. احنا حاطين فانيليا وحاطين حاجات كتير قوي هتخلي الريحه، يعني حتى لو زيت من العادي اللي هو بتاع التموين مش مشكله خالص، حطي منه عادي. ما توقفيش نفسك. وتضربي بقى ضرب كويس جدا. انا عايزه البيض مع اللبن مع الحاجات اللي احنا حطيناها تدوب كويس جدا. بالمناسبه لو انت عندك لبن حليب عادي، عادي هو بيتعجن بيه عادي، بس انا بصراحه استغليت ان انا عندي الرايب بيخلي الطعم حلو قوي، بيطر المعجنات. ونزلت بمعلقتين من السكر. تمام. السكر العادي برضو دوبيه كويس وتاكدي ان انت دوبتيه كويس. على جنب كده جبت بلاستيكيه وقلت اما انخل الدقيق قبل ما احطه. بصراحه يعني هو كان حلو قوي. آم، بدون يعني زي هو ظاهر في الفيديو، بس هو الدقيق كويس مش وحش. تمام. دخلته كده برضو عشان اتاكد منه. الاتنين كيلو انا زي ما قلت لك انت ممكن تشتغلي بكيلو، ممكن تشتغلي بنص كيلو، بس عشان انا عملت كميه. وعلى فكره بتتحفظ المعجنات اللي احنا عملناها دي في الفريزر وتطلعي منها. ممكن لو في ميكروويف تسخني في الميكروويف. مفيش، هقولك على طريقه برضو. حله صغيره كده، ومش حله صغيره يعني حله كويسه، وتحطي فيها ربعها ميه وفوق منها مصفى، وتحطي المعجنات وتغطي وتقلبي المعجنات، بتبقى كأنك لسه مطلعه من الفرن. يعني دي طريقه للي ما عندهمش ميكروويف. تمام. هي دي الطريقه اللي احنا كنا بنعملها قبل ما نشتغل بالميكروويف والكلام ده كله. انا اديت برضو ضربه كده للخليط عشان لو كان في حاجه رست منه ولا كده. طبعا رشه الملح، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حط الملح كده وتصلي على النبي. ونزلت بيهم على الخليط بتاعي.
نزلت بالدقيق كده واحده واحده، يعني انا جبت طبق تاني علشان ما بهدلش الدنيا وان انا اصب كده واطرطش. بصوا بيبقى المنظر مش لطيف خالص. فعملته كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بقى اقلب في العجين بتاعي، وابتدي اعجن واشوف انا هحتاج كوبايه اللبن اللي على جنب دي ولا ايه. تابعوا معايا الفيديو، لان يعني موضوع المواد السائله ده مع الدقيق في ناس كتير قوي بتقع فيه. يعني انا قلت لكم انا مستعمله 4 كوبايات من الحليب، اللبن القاطع، وكمان انا عزت عليه كمان اكتر من كوبايه. شوفوا انا بنزل بقلب بقى كده، وبنزل باللبن بتاعي واحده واحده. يعني الدقيق ده خد ال4 كوبايات وزياده، خدت زياده عليهم قد ايه؟ تقريبا كده ربع كوبايه. خلاص. في نوع تاني انا كنت بستعمله، كان دايما يخني برضو في عيار الحليب، الاقيني لا ما حطيت زيادة، حطيت سوائل زيادة. بس ده يعني خد سوائل الدقيق بتاعنا ده متين شوية، شرب سوائل زي ما هو عايز. وبدأت بقى ايه، لازم تقعدي تعجني بقى كويس جدا. وعلى فكرة العجينة يا جماعة بتبقى طرية، ما بتبقاش يعني يابسة، مش طريقة ان هي تلزق. يعني وانت بتعجني كده كويسة، انت بتعجني وهي بتاخد وتدي معاكي، زي بيقولوا عليها العجينة مفتحة. لو تلاحظوا انا وقفت الفيديو على ما مليت كوباية لبن كمان، حطيتها جنبي كده، وهنزل بقى حبة بحبة، لان لقيت لا الدقيق ده اخد مني مواد سائلة كتير. وبتعجني بقى، يعني انتي تتابعي العجين بتاعك. زي ما قلت لك العجينه بتبقى طريه طريه، بس مش بتلزق في ايدك، وتفضلي لازم تخدمي العجينه معاكي كويس جدا. اعجني بقى، هي هتاخد منك عجن حوالي 7 8 دقايق. وفي الاخر بصوا يا جماعه، انا بحاول اوريكم كده ان هي لازم تبقى طريه كده. بتجهزي معاكي معلقتين من الزبده وتعجني العجين بتاعك تاني. الزبده ممكن تستبدليها بزيت عادي، خلاص. يعني ممكن ربع كوبايه من الزيت. خلصت كده وعجنتها، وهغطي عليها واسيبها تخمر. بصوا انا جيت على الرخامه دي علشان اوريكم انا هشكل العجين ازاي. يا ما شاء الله معايا خمرة اهو. ندي لها بقى البوكس المتين كده، ونلم نفضي الهواء اللي فيها، وهبتدي ان انا اقرص فيها. بتجيبي صينيه كده، او لو انت الرخامه بتاعتك واسعه افردي عليها. انا قرصت كده على صينيه، وهسيبه على جنب وغطي عليه. لازم برضو كل ما تعملي حاجه تغطي عليه. تمام. قرصت كده. انا عملت اليوم ده كنت عامله برضو بالعجينه بيتزات كده صغيره، ميني بيتزا. تمام. حلوه قوي برضو في البيتزا، وهقول لكم انا عملتها ازاي. ولا عملت بقى صلصه بيتزا ولا اي حاجه، هقول لكم بس على الخطوه. انا لقيتني ايه، بصوا مستعجلها قوي، وورايا لسه ما شاء الله كنت عامله كميه، فرحت عاملاها بالطريقه دي. بصوا التقريص يا جماعه، يا اما بتحطيها كده بين ايديكي وتطلعي من صوابعك التقريصه بتاعتك، يا اما تقعدي تجيبيها يمين وشمال، او تقطعي وتحطيها على رخامه وتفضلي تعمليها بالطبق. انا كنت عملتها معاكم قبل كده بالطبق يوم الشاورما، يوم الكايزر بتاع الشاورما. يعني زي ما الطريقه اللي انت بتحبيها اعملي بيها. قطعت بقى وخلصت كل الكميه كده اللي معايا. طبعا التقريص اللي احنا عملناه ده ما يسيبش مكشوف يا جماعه، ودول لازم يرتاحوا. احنا هنشتغل باللي في الصينيه اللي احنا عملناهم في الاول. نقطة زيت بقى على السطح اللي انت هتشتغلي فيه، هتشتغل على الرخام، هتشتغل على صينية، نقطة زيت عشان تسهل عليكي الشغل كده وانت شغال. هتجيبي بقى من التقريصات بتاعتك اللي ارتاحت، اللي انت ابتديتي بيهم. انا جبت اول حاجة انا ابتديت بيها، وعملتهم رول كده زي ما انتوا شايفين على الرخامة. بتفضلي تطولت كده وبايديكي الاتنين زي ما انت شايفة الفيديو موضح معاك. بتعملي 3 وحدات. يعني حاولي ان انت وانت بتعمليهم يبقوا قد بعض. طبعا احنا هنحطهم كده بالطول. بصوا انا لقيت التانية طويلة شوية عنهم، نقصتها وهبتدي هوضح لكم الوقت. انا لقيت الفيديو مش باين وهو بالعرض كده، فهجيبها لكم بالطول برضو ما بانش هو بالطول. احنا هنعملها تاني مع بعض. انا هعمل كمية من الضفاير كده. بصوا تحطوها 3 كده جنب بعض، ومن فوق بتلموهم على بعض، بتقفلوهم كده من فوق. شفتوا الضفاير اللي احنا بنعملها لبناتنا، هنعملها بنفس الطريقة.
ونروح لفينها على بعضها وقافلين برضو العجين من الطرف ده والطرف ده على بعضه عشان ما يفتحش معانا في الفرن. وتنقليها على الصينيه بتاعتك، طبعا صينيه واخده مسحه زيت كده، هي لسه هتخمر بقى، لما بتخمر بيبقى شكلها حلو قوي يا جماعه. هي زي ما انتم شايفين كده وشكلها برضو قمر، بس لسه احنا هنخمرها. قلت بقى ما اشتغل في البيتزات بتاعتنا الاول، لان طبعا احنا كنا هنتغدى بيها يومها، فانا كنت متاخره فقلت اما انجز فيهم. شغلت الفرن ووقفت بقى اشتغل في البيتزات بتاعتي. عملت ايه بقى؟ انا ما عملتش صلصه للميني بيتزا بتاعتي، عملت طماطم وفلفل اخضر وفلفل حار وزيتون. طبعا الفلفل الحار ده اختياري. هقول لكم بقى على التوابل اللي انا بحطها مع الخضار ده، بيغنيني عن صلصه البيتزا. حطيت معاه رشه ملح ورشه فلفل اسود وبصل بودر وتوم بودر، والتوم بيبقى زياده شويه، والزعتر. طبعا كميه التوابل حسب كميه الخضار اللي انت حاطاه. طبعا العجين بتاعنا كان ارتاح. شوفوا انا بعمل ايه، انا بجيب الواحده كده واروح فرداها من جوه لبره من جوه لبره، وتخلي الاطراف بتاعه البيتزات سميكه شويه، وعشان طبعا الحشو والجبن والكلام ده ما يطلعش منها. خلاص، هو موضح خالص في الفيديو اهو، انا بجيب بالراحه كده من جوه لبره. خلصت اول صينيه بيتزا معايا، بتجيبي الشوكه وتفضلي تشكشكي في العجينه اللي انت عملتيها عشان ما تقبش منك في الفرن. اديت بقى شكشكه كده لكل العجينه اللي انا عملتها، وهبتدي انزل بالخضار بتاعي وعليها الجبنه. انا الجبنه اللي معايا دي ميكس جبن. عندك بقى موتزاريلا، عندك جبنه رومي، زي ما انت عايزه. شوف انت بتحبي تحطي ايه على وش البيتزا تعملي بيه، او في الحشوات. بس انا يعني الميكس حلو قوي، الميكس بيغنيني ان انا اجيب كذا نوع. خلاص، خلصت بقى كده اول صينيه ودخلتها طبعا الفرن شغال يا جماعه. درجه حراره 200. انا بعمل ايه في البيتزا؟ يعني البيتزا ليها معامله خاصه شويه معايا. انا بحطها على الرف، اللي هو الصاجه، مش على الشبكه، على الصاجه يعني منها للنار على طول. وبسيبها حوالي 5 دقايق، وبعدين اروح رفعاها على الشبكه. الموضوع ده مش هيخلي العجينة تنفخ معاكي زيادة عن اللزوم مهما كانت العجينة انت شاكة فيها. يعني انت حتى لو مبتدئة او العجينة بتاعتك مش صح قوي، لا، الخطوة دي هتخليكي تتفادي اي غلط في العجينة بتاعتك. بس هي بصراحة العجينة دي حلوة، هي بتاخد بديها وش من تحت كده، وبروح رفعها بقى على الشبكة. يعني هي ما خدتش حاجة على الشبكة، كمان ربع ساعة او 10 دقايق حسب طبعا الفرن بتاعك. جهزت صينية كمان من البيتزا، ما شاء الله. احنا الكمية بتاعتنا طبعا يعني عملت معانا شوية معجنات كده محترمين، واتغدينا من البيتزا يعني. هنبتدي بقى في المعجنات بتاعتنا اللي احنا هنحط منها في الفريزر وهتنفعنا في اللانش بوكس. احنا كان البيتزات دي غدا. تمام. هعمل بقى معاكم الضفيرة تاني. الضفيرة احنا قلنا ان احنا بنجيب التقريصة كده حسب بقى الحجم بتاعك، بتعمليهم 3 قطع صغيرين. تمام، وتفضلي ترولي فيها وتروحي حطاهم جنب بعض وتضفري زي الضفيرة اللي احنا بنعملها في الشعر، وتروحي برمهم على بعض وقافلة العجينة من الأطراف يا جماعة. لازم تلمي العجينة من الطرف كويس عشان ما تفتحش معاكي وتبقى طالعة الضفيرة حلوة كده من الفرن. هكرر معاكم شكل الضفيرة تاني اهو. زي ما انتوا شايفين هتروليها وتحطيها بالطول وتقفلي من فوق وتضفري زي ضفيرة الشعر بالظبط، وتلفيها على بعضها وتقفلي الاطراف كويس وتسيبيها بقى لما تخمر. احنا مش بندخل الفرن دلوقتي نهائي، لازم تخمر على الاقل تلت ساعة. ده شكل تاني اللي هو شريك الافران، اسمه شريك. بتعملي رول كده طويل وتروحي جايبه من طرفه وبرماه على بعضه. الشكل ده بقى يا جماعه ممكن تحطي على، لو انت هتعملي منه كميه، ممكن تحطي على وشه سكر وقرفه، بيبقى حلو قوي قوي قوي. يعني انا لما عملته البنات، احنا كنا قلنا الرول ده اللي هو قلب تفيتي، هو اسمه ما عجبش البنات. انا لما قلت لهم ده اسمه شوريك قالوا لي لا ده قلبي تفيتي، فهم غيروا الاسم. ان شاء الله هنعمل له فيديو كده لوحده، لان بتحط على الوش بتاعه حاجات كتير كده ان شاء الله باذن الله. دي برضو عملت رول كده طويل يا جماعه، بس بيبقى طويل وتخين شويه. تمام. وتروحي لفاه وربطاه. شفت لما تكوني بتعقدي حاجه،
لفيته كده انا يعني معلش الاضاءه انا مش عارفه هي الاضاءه فتحت قوي كده، ما خدتش بالي خالص غير بعد ما خلصت تصوير. يعني يا رب يكون الموضوع واضح قدامكم. انت بتلفيها كده وبتبقى كأنك بتبرمي حاجة على بعضها، بتربطي ربطة، بتربطي حبل في بعضه. تمام. وتروحي شايلة الطرف كده من تحت، حاطه تانية لتحت وقافلة عليه. حاولي ان انت تشوفي جنب كده متداري عشان يبقى الشكل في الاخر يطلع حلو. نفس الشكل تاني اهو يا جماعة. انا مش راضية ان انا اسرع علشان تاخدوا بالكم منه اهو. تروحي ربطاهم ربطة كده مع بعضها وتروحي تانية لتحت. هنعمل بقى الشكل اللي هيبقى محشي. هنحشيه جبنة زي ما انتوا شايفين كده، اللي هي انا كنت عاملة ميكس جبن. خلاص. بتجيبي بقى كده قرصة وتفرديها كويس زي ما انت شايفة، وتروحي قافلة على الحشوة اللي انت حطيتيها من الطرف. بتقفلي بقى، يعني اقفلي كويس عشان بتفك، لو ما قفلتيهاش كويس هتفك. وتروحي جايبه السكينه كده وعامله على الحجم، انا مش هقولك كام تقطيع، على حجم اللي انت عاملاه. هو الحجم اللي انا عاملاه ده في الاخر بعد ما خمر طلع شكله حلو، مش كبير قوي ولا صغير قوي. بصوا وهتبرمي بقى على التقطيعه طبعا مش بتبقى واصله للطرف التاني. بصوا. وتروحي برمها كده على بعضها. ساعه ما بتخمر بقى يا جماعه بيبقى شكلها حلو قوي. دي بقى انا عملت منها كده كميه. انا كده كنت خلصت الصينيه دي. انا بوريها لكم يعني ان هي خلصت وهسيبها بقى تخمر مع نفسها. طبعا هما ما خدوش وقت ان هما يخمروا، يعني حتى ما كملش تلت ساعة، لاني انا كنت شغلت الفرن على البيتزات الاولانية. عملت برضو الشكل ده تاني وقطعته. لو في واحدة طلعت معاكي معوجة كده برضو من الطرف اعدليها عادي خالص. الشكل برضو التاني ده شكل مختلف. بتفرديها كده بالطول على قد ما تقدري، وبعدين تحطيهم فوق بعض وتديهم شقة كده من النص بالسكينة. انت كده عملتي 3 طبقات. تمام. وتروحي برماهم. بصوا انا عملت ايه. بتبرمي يمين كده الناحيتين. تمام. وتروحي عاملاهم على بعض، لفهم على بعض كأنك بتعملي ضفيرة بس باتنين بس. وتروحي برمها برضو على بعضها. بصي بعد ما بتخمر بتبقى حلوة قوي قوي، وانت بتاكليها برضو بتلاقيها من جوه مورقة. يعني احنا لا حطينا زبدة ولا حطينا حاجة، بتلاقي العجينة نفسها مورقة من غير زبدة. انا كنت عاملة تقريصة كبيرة شوية يا جماعة. يعني انا سوري، انا ما خدتش بالي في اول الفيديو ان انا اقول لكم انا عملت تقريصة حجم كبير علشان هنعمل بيها كرواسون بالجبنة وكرواسون بالشوكولاتة. هتفرديها كويس على قد ما تقدري كده كويس جدا، وتروحي مقطعاها بالطول وبالعرض زي علامة الزائد كده، زي ما انت شايفة في الفيديو. لو انت ما عندكيش العجلة اللي هي بتاعة البيتزا دي، بالسكينة عادي خالص. زي ما قلتلك هتبتدي بعلامة الزائد وبعد كده تقطعي زي ما انت شايفة. الحجم اللي احنا عاملينه ده حجم طالعة وسط، لا يعني مش صغيرة قوي ولا كبيرة قوي. طبعا في المقاسات كلها مش مظبوطة قوي يا جماعة، في واحدة كبيرة وفي واحدة صغنطوطة. تمام. بتحطي في طرفها كده شوية جبنة وتروحي قافلة عليها من الطرفين عشان ما تفكش، وتروحي برمى للاخر. شوفوا طلع يعني طلع شكلها حلو قوي. لسه طبعا لما بتخمر بتبقى شكلها احلى واحلى. لفة تانية زي ما انتوا شايفين اهو. خدت برضو الجبنة وقفلتها من الجنبين ورحت برمى عليها ونقلتها في الصينية اللي انا هخبزها فيها على طول. اما تيجي تعملي معجنات من شرط يعني اوعي تغفلي عنه، اوعي تسيبي تخلصي بقى التشكيل بتاعك بتاع المعجنات وتروحي حطها على صينية وبعد كده تنقلها في صينية تانية لما تخمر. لازم تخمر في الصينية اللي هتدخل فيها الفرن، ما تفضليش تشيلي وتحطي فيها. عملت برضو تقريصة تانية كده حجم كبير شوية وقطعتها. هستعمل دي الشوكولاتة اللي احنا عاملينها سوا يا جماعة. يعني طلع حلوة أوي. طبعا هي كانت في التلاجة فماسكة نفسها مريحاني وانا بضيفها للعجينة بتاعتي. بتبرميها عادي خالص زي ما عملنا مع الجبنة. بتتنيها كده على بعضها وتقفليها من الجنبين. على فكرة هي ما ساحتش ولا طلعت اي حاجة في الفرن، طلعت جميلة جدا. خلصت كده الكمية. طبعا خليهم خدي بالك عشان اللي احنا عاملينه بالشوكولاتة ده يبقى باين معاكي، ما تتلخبطيش. يعني خليهم في صينية صغيرة لوحدهم كده وهما بيستووا. تمام. الكايزر بقى يا جماعة عملت واحدة فردتها بالطول كده وجيت من الطرف وبرمت
وتروحي من الاخر ايه قافله عليها عشان البرمه ما تفكش معاك. تاني واحده حشتها. بصوا ده بقى في اللانش بوكس حلو قوي، هتطلعي تحطي على طول في اللانش بوكس، ولا تقومي تعملي سندوتشات ولا اي حاجه. حشيته بالجبنه ورحت قافله وبرمه عليه وسبته يخمر بقى مع اللي انا خلصته. في حاجات خمرت زي الضفيرة خمرت معايا كويس برضو اهي. جبت بقى اصفر بيض وعليه رشة فانيليا ومعلقتين كده من اللبن علشان يبقى خفيف معاك، وتروحي مدية مسحة للمعجنات اللي انت عملتيها بقى. كل اللي خمر معاكي هتديه مسحة. طبعا احنا الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 200، دول بقى هتدخليهم على طول على الرف الاوسط. في اشكال طبعا في الصواني انتوا ما شفتوهاش، لان اللي في النص ده بنتي هي اللي عاملاه، كانت عايزه تعمل فراشه بس طبعا الموضوع قلش منها شويه. هي عملت بيتزايه بس عاملاها حلوه قوي، يعني هي صممت ان انا شفتها كانت رايحه جايه عليا. انا عملت كاتنج في الفيديو ده اكتر ما باخد نفسي، بس البيتزايه اللي هي عاملاها طلع حلوه قوي. المعجنات بتاعتنا طلعت من الفرن. هي مجرد ما بتدخليها زي ما قلت لك كده، الفرن شغال درجة حرارة 200 رف اوسط. اول ما تلاقيها خدت لون من تحت تمام. ممكن لو زهد الفرن بتاعك اداها لون من فوق، ما تشغليش شوايه ولا حاجه لو الشوايه بتاعتك مش بتشتغل. ويا ريت لو انت اول ما تحطيه خلي الشوايه على الهادي خلاص علشان ما ياخدش معاكي لون زياده. بصوا الضفيرة طالعة حلوة قوي يا جماعة، وشكل الشريك برضو الشكل اللي احنا عملناه بالجبنة ده. ايه هو ده مش كرواسون، هو شكل اللي احنا عملناه بالسكينة. ادانا له تقطيع بالسكينة. بصوا ده جاهز بقى، ده هتطلعي كده تحطي في اللانش بوكس رواقي الدماغ. إيه معلش انت بتتعبي شوية في وقت معين، والحاجة ما شاء الله مش هنقول بقى كمية. إيه يعني احنا كمان كنا عاملين لو تفتكروا في اول الفيديو عاملين بيتزات، احنا عاملة صينيتين بيتزا. انا عندي في الطبق اللي هو الخوص ده 3 بيتزات، هو ده اللي انا لحقته يا جماعه والله. يعني لان كمان احنا كان النور عندنا قطع وجه، فطبعا انا مش هقعده من غير اكل. انا قلت لهم ايه كلوا بس سيبوا لي بيتزا. بصوا دي اللي انا كنا عاملينها 3 طبقات على بعض ولفيناها ما شاء الله طالعه الحجم. طبعا دي البيتزا اللي بنتي عملتها على ايديها، هي تنت كده من قدام من الاطراف وعملت فيها جبنه. يا رب تكون واضحه لكم في الصوت، ما شاء الله حلوه قوي. بس هي قعدت تقولي ما تقطعيهاش يا ماما، انا عايزه انا اللي هاكلها. الف هنا وصحه إيه على قلبها يا رب. العيش برضو الكايزر يا جماعه ما تنسوهوش، ده اللي احنا عملنا منه إيه محشي وعملنا منه ساده. ده بقى للساندوتشات طالع ما شاء الله حلو قوي. وعملنا العيش اللي هو المدور اللي شبه الكايزر المدور، والبيتزا بقى اللي احنا عملناها في اول الفيديو يا جماعه طالعه يعني سواها مظبوط وقطنيه جدا 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 فوق ما تتخيلوا. في حاجة كمان كنت عايزة اقول لكم عليها، ان انت هتسوي المعجنات بتاعتك، اي معجنات مش شرط دي. إيه ما تبخيش بخة مية عليها لما تطلعيها ولا حاجة. انت إيه بفوطة كده وتروحي مغطية عليها، او لو عندك غطا للصواني بتاعتك غطي عليها بغطا، هتلاقيها طرية معاكي وزي الفل، ولا هتحتاجي ترش مية ولا اي حاجة. ده الكرواسون اللي بالجبنة ما شاء الله طالع برضو حلو قوي قوي قوي. عندك بقى اشكال كتير ممكن تعتمدي شكل واحد منهم، يعني ممكن تعملي كله ضفيرة كله الكرواسونات اللي هي بالجبنة الكبيرة. حابة السادة اعملي مثلا في الضفيرة او في العودة اللي احنا عملناه، يعني معاكي كل الاشكال. ممكن تعملي المعجنات بتاعتك بشكل واحد، وزي ما قلت لك ممكن تعمليها بنص كيلو من الدقيق. تمام. انا هكتب لك تحت ان شاء الله باذن الله في صندوق الوصف عيار كيلو الدقيق، وانت لو حابه تعملي نص خلاص بتقسمي الكميات اللي انا هقول لك عليها. دي حشوه الشوكولاته اهي قدامكم. طلع حلوه قوي، ما دابتش موجوده لسه. في شوكولاته بتبقى تدوب كده وما بتبانش، لا حلوه قوي. اتمنى من كل قلبي ان تكون الوصفه عجبتكم واتمنى تجربوها. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بقدمه. اشوفكم على خير، باي باي.